يلا بينا نعمل منظم للكتب. اول حاجه هنقص الكرتونه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبعد كده القماش دوت هو القماش الخاص بتغليف الشنط. كان متبقي عندي فقلت اللي انا استخدمه اللي انا اغلف بيه الكرتونه ديت. تقريبا اللي انا استخدمته ده حوالي نص متر، ماشي، او ممكن اقل كمان يعني من نص متر بشويه. هغلف بيه الكرتونه، مش هسيب فيها حته، حتى الجزء اللي جوه دوت هوريكم دلوقتي هعمل فيه ايه. ماشي. طبعا هدخل كل الباقي من القماش دوت جوه الكرتونة. هنبدأ الأول نعمل الجزء اللي تحت من الكرتونة، ماشي، نغلفه بحيث نثبته كويس، وبعد كده هنقدر نتحكم بقى في الجزء اللي فوق بسهولة. تمام. الوحش في اللزق اللي انا بستخدمه دوت اللي هو لونه اصفر وبيسيب اللون دوت بالفعل. في ميزة بقى فيه ان هو قوي جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني صعب قوي ان حاجة منه تفك بجد. يعني هو اقوى بكتير من التاني العادي اللي هو لونه شفاف دوت. ماشي. طبعا اتحرقت حوالي 4 مرات وانا بعمل الحتة دي. المهم الجزء دوت هعمله اللي انا احطه جوه الكرتونة، في القاع بتاع الكرتونة. ماشي. بدأت اقفل اول جزء من جوه. ماشي. الحته يعني الحته ضيقه شويه، فبتبقى صعب ان انت تقدري تتحكمي وتوصلي لكل زاويه فيها، بس بقدر المستطاع يعني. بعد كده حطيت القاعده ديت. طبعا في اماكن بسيطه خالص لسه يعني لسه ما فيهاش قماش، بس بسيط قوي. ماشي. بعد كده جبت الخيط اللي هو الخيش دوت 8 ملي، كان باقي عندي برضو من شغل كنت بشتغله. المهم يعني بدأت امشيه كده بالشكل اللي هو زي البيضاوي كده. طبعا ممكن تعملوه باي شكل انتوا حابينه، مش لازم، ممكن ما طالما الجزء ده متغلف ممكن اساسا تسيبوها زي كده وخلاص. مش بس انا عايزه ازينها اكتر يعني. طبعا كنت تعبت قوي من كتر الوقفه يعني، بياخد وقت. يعني انتوا متخيلين عشان الفيديو سريع فهو ما بياخدش وقت، لكن هو كان بياخد وقت. فقعدت بقى وقعدت وصورت وانا قاعده. زي ما انتوا شايفين كده انا هعمل حوالي 6 أو 7 سطور كده فوق بعض. ماشي. تمام. بجد شكلها في الاخر هتعجبكم قوي، شكلها في الاخر تحفة، وبتاخد كتب كتير. يعني انا عاملاها كمنظم للكتب ليا. ماشي. بحيث احطها على المكتب كده، بتاخد كتب كتير قوي. بصوا بعد كده عملت زي شكل كده، شكل عشوائي خالص، اي شكل بقى تختاروه. ماشي. زي ما انتوا شايفين، بصوا الاصفر دوت هو يعني مشكلة اللزق، زي ما بقولكوا بيسيب حاجات صفرة كده. حاولت طبعا اشيلها، صعبة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، مبتشالش. كان بقى عندي اللي هو الخرز التخين دوت اللي احنا بنستخدمه في شغل المكرمية، فكان باقي عندي. فعملت كده 4 خرزات، زي ايه، زي رجلين كده ليها، شكلها تحفة بجد. ماشي. بعد كده جبت اللولي دوت وبدأت احطه كده. طبعا ممكن تزينوا زي ما انتوا عايزين بأي حاجة انتوا عايزينها، كل واحد وذوقه يعني. المهم انا هصورها لكم في الاخر وانا حاطه فيها الكتب عشان تشوفوا قد ايه هي بتاخد كتب، مش ما بتاخدش يعني، بتاخد شويه حلوين كمان. بصوا ده كده شكلها النهائي، بصوا اخدت كتب قد ايه. ماشي.
كمان في كتب من الناحية التانية 4 كتب برضو